لماذا لم ينادي ربنا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم باسمه يا محمد في القرآن الكريم، بينما نادى سائر الأنبياء بأسمائهم فقال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني أنا الله، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وأما حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى لم يناده باسمه مجردا، وإنما قال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وناداه بصفته فقال: يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ولم يذكر اسمه إلا مقترنا بصفة النبوة أو الرسالة: محمد رسول الله. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ثم بين ربنا جل وعلا قدر نبينا صلى الله عليه وسلم فزكاه في مواطن عديدة، زكاه في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في صدقه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكاه في معلمه فقال: علمه شديد القوى، وزكاه في صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك، وزكاه في طهره فقال: ووضعنا عنك وزرك، وزكاه في ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك، وزكاه في حلمه ورأفته فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال العلامة الفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب: إن الله تعالى أعطى نبينا صفتين من صفاته، وهما الرأفة والرحمة، رؤوف رحيم، ولم يعطها نبيا من قبله. وقد قال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. التوبة 120. اللهم صل وسلم وبارك على لبنة التمام ومسك الختام محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.